انا بحس ايه، انا بحس ان استاذنا. مش عايز اقول عصام بيه في طلعت الناس اللي بيعملوا نوع من الارهاب المعنوي والنفسي للميديا لرجال الاعلام. انا شايف كده يعني. ده مين؟ ده عصام بيه. والله بمنتهى الامانه. أنا قابل بمنتهى الامانه، وانا عارف وأقدر ان أرد عصام عليه. بيه يعني ربما بيتكلم من اجل حاله يعني اخماد الفتنه اللي موجوده. يعني ممكن نقول ايه، ان في ناس فعلا في بعض القنوات مش يعني متحفظ عليها. انا متحفظ عليه طبعا. متجاوزه بشده. طيب بشده في الجهتين. وممكن يكون في عصام الجهتين دينيه ولا ليبراليه؟ طبعا في الاثنين. نعم طبعا في الاثنين. نعم. لكن هو قال لحضرتك قال حاجه كويسه. قال هذه بلاغات لكن لم تصدر محاكمات. كلامه صح. تصدر احكام. احكام. كلامه سليم. لم تصدر احكام. كلامه سليم. كلامه سليم. لا بس البلاغات دي الا ترهبنا؟ لما انا اشوف زمايلي ترهبنا لما اشوف زمايلي كل يوم مشدودين للنائب العام في بلاغات، وبعدين بيروحوا وبنودعهم يا جماعه ان شاء الله هنجيب لكم عيش وحلاوه ما احنا جايين. ترهبنا فعلا. وبعدين يطلعوا بص يا استاذ محمود، انت قلت كلمه ارهاب والاستاذ سليمان قال كلمه ارهاب. انت اتكلمت عن البلاغات والاستاذ سليمان اتكلم عليها خلاص. وانا قابل الاثنين خلاص. لا انا قابل. لا قابل والله منك. مجموعه من النخبه السياسيه. انت استاذ فاضل وانا بعتز بحضرتك والله. خلاص انا قابل الاثنين خلاص. مع ان هذا كلام، يعني مع ان اللي انا بقوله ده كلام ومع ان البلاغات دي كلام قد يثبت صحته فما بالك بمجتمع كامل مرهون لارهاب حقيقي على الارض. ارهاب حقيقي. انت ما تقدر. انت ممكن تتضرب علقه تحت، ربنا يحفظك يعني. كلنا بدون كده. انا جات لي تهديدات على موبايلي بكذا وكذا. هذا هو الارهاب الحقيقي بقى. هذا هو الارهاب الحقيقي. خلاص. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خلاص. لما تبقى ماشي يحصل لك اللي بيحصل في الشارع ده دلوقتي وناس كتير باللي بيحصل، كلنا الاول نتوجه نحو الارهاب الحقيقي لنوقفه حده زي ما الاستاذ سليمان، نطفي نهدي نعمل اي حاجه. وانت تعرضت لموقف بعد ذلك تعرضت طبعا. وبعدين بعد كده نبقى نتكلم نصفي الكلام